السلام عليكم، مرحبا بكم. عندي ليس سلمان، وكيف العاده مرحبا بيا عندكم. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نقاسم معكم تجربه اللي يعني كنخوضها اول سنه واول مره، وهي جربت سلو سون غلوتين. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله يعني مرضى السيلياك، فهذا يعني خاص بنا. يعني ياكلوه الناس العاديين سي سور سيرتان، مي هو يعني بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله مع الجلوتين او الجلوتين، يعني ياكلوه بالصحه والعافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك كيف غتشوفوا معايا، انا كيف قلت لكم اول مره نجربه كنت متردده بزاف، ولكن فريمون والله نتيجه غزاله هائله. ميم يعني جاني انا ميم احسن من سلو العادي اللي كنديرو بالدقيق ديال الفرص. هي ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى نكون فدتكم ونكون خفيف على قلوبكم. دونك بالنسبه للمقادير، انا خديت دقيق سون غلوتين. غنزل لكم الرابط ديال الطريقه ديالي اللي كنصايب بها الدقيق سون غلوتين في اسفل الفيديو. هنا عندي اللوز مسلوق مقلي، وهنا عندي الزنجلان محمر في المقله ومطحون حتى هو، السكر كلاصي، عندي شويه القرفه وشويه المسكه اللي طحنتها مع السكر كلاصي، وهنا عندي شويه النافع اللي طحنته مع الزنجلان، لان كنت درت غير شويه يعني واحد معلقه صغيره صافي. وعندي الزبده وعندي الزيت اللي قليت فيه انايا اللوز. دونك كيف كتشوفوا بالنسبه للدقيق، انا هنا عندي تقريبا واحد 500 غرام. مي تقدروا تمشيو لكثر، يعني تقدروا يعني الله يحسن على حسب موجود، يعني نقدروا نغلبوا الدقيق. انا هنا حاولت نديرو يعني بلوس صحي. ان شاء الله الرحمن الرحيم. طريقه سهله وبسيطه. يعني اللوز ديالنا اللي سلقناه وقليناه طحناه كيف كتشوفوا، ما كنيلوش بزاف باش يبقى نحسوا بلوغوت ديالو والطريفات ديالو. دونك خلطنا الزنجلان واللوز والنافع وشويه القرفه، يعني كل واحد والذوق ديالو، والمسكه الحاره حتى هي يعني ماشي ضروريه. كيف كنقول لكم فهي ماشي ضروريه، نقدروا نستغناو عليها. يعني نخلط القامات ديالي هنايا. بديات ماما الحبيبه ديالي الله يبارك في عمرها يا ربي وتخليها ليا مسكينه. انا محناها معايا، هي تسامحني. كيف غتشوفوا يعني صافي خديت الخليط ديالي، غنزيدو على الدقيق. وبالنسبه للسكر كلاصي، هنا خديت الزبده ذوبتها في شويه الزيت. بالنسبه للقياس ديال الزيت والزبده فهذا كيبقى سولون الاختيار ديالكم كيف كنقولوا دائما. وحتى الحلاوه، يعني الزبده والزيت كناخذوا غير شويه. اللي كيبغي يمعلك يعني غادي تكون الكميه مختلفه على اللي كيبغي شويه ناشف. بالنسبه للطريقه فانا تقريبا هي نفس الطريقه اللي كنستعمل انا في السلو. انا كنت درتو لكم العام اللي فات، مي غنزل لكم الرابط ديالو حتى هو في اسفل الفيديو. صافي غادي ناخذوه، غادي نخلطو يعني مع الدقيق ديالنا، وغنبداو نزيدو الزبده والزيت اللي دفيناهم شويه، يعني ذوبنا الزبده مع الزيت. يعني بقياسكم نتوما كيف قلت قبيله، يعني كل واحد والقياس ديالو. ولكن ناكد لكم والله النتيجه فريمون انا عجبني بزاف، لاني بالنسبه للوصفات ديالي ديال الريجيم والحميه اللي انا متبعه، فانا دائما تنتردد بزاف نعملها. تنعكز كيف كنقولوا بالمغربيه ديالنا، تنعكز بزاف على راسي. ولكن فريمون ندمت لاني ما حاولتش نجرب بسلو من قبل، لان فريمون والله جا غزال. صافي ابخي ماما مسكينه خدمته بيديها، يعني راكم عارفين سلو ضروري خصنا يعني ندلكوه مزيان 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 باش كنساجموا العناصر ديالو. وابخي ها هو جد سلو ديالنا. دونك نتمنى الفكره ديال اليوم تكون عجباتكم. فهذا هو الشكل النهائي كان ديالو. والله صدقوني جا غزال 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 والله. يعني ما تحرموش راسكم ولا ما تحرموش وليداتكم، فطريقه سهله وبسيطه والنتيجه والله رائعه والله. زعما بكل المقاييس جا غزال غزال غزال. فكنتمنى الفكره ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونكون خفيفه على قلوبكم، ونكون فتكم. ونتمنى تجربوه، ولا جربتوه ردوا عليا، وما تنساوش التعليق ديالكم كتهمني بزاف وكنستافد منها بزاف. واللي جرب الوصفه ولا اي وصفه من وصفاتي، الا كان ممكن يرسل لي الصوره ديالها على الصفحه ديالي على الفيس. وما ننساش نقول لكم مبروك عواشركم، والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والعافيه ان شاء الله، والايمان والتقوى. عواشركم مبروكه مني لكم يا اغلى احباب.